بيتقابلوا صدفة وبيحبوا بعض، ولما بيقرروا يتجوزوا بيتفاجئوا إن دياناتهم هما الاتنين مختلفة. فتفتكروا هيحاربوا لحد ما يتجوزوا ولا أهاليهم هيقفوا عائق؟ ولا يا ترى واحد فيهم هيقرر إن هو يتخلى عن ديانته بسبب حبه للتاني؟ لو حابين تعرفوا كملوا معايا الملخص للآخر، وما تقلقوش عشان بحبكم عملته على جزء واحد مش اتنين كالعادة. ويلا بينا نشوف. بيبدأ مسلسلنا بعائشة وهي نايمة وأبوها بيجيلها وبيصحيها من النوم وبيقول لها إن هي اتأخرت على الشغل، وبيعرفها إن هو هيحضر لها الفطار على ما تلبس، وبعدها بيقعدوا ياكلوا مع بعض. وبنعرف إن هي دكتورة شاطرة جدا في شغلها، وأبوها نفسه يجوزها، بس هي رافضة فكرة الجواز تماما، لأن أول ما أبوها بيجيب لها السيرة دي بتاخد بعضها وبتمشي على طول. وبعد ما عائشة بتمشي بنعرف إن أمها ميتة، لأن أبوها بيمسك صورة زوجته وبيبقى زعلان علشانها. في الجهة التانية بنشوف أريان، هو راكب العربية بتاعته وبيبقى مبسوط وبيوصل المكان ده وما بيبقاش واخد باله لأنه بيتكلم في التليفون. وبتيجي عائشة ولأنها مستعجلة بتركن السكوتر بتاعها على العربية بتاعته، وطبعا هو ما بيبقاش عارف يخرج. وعائشة بتروح المستشفى وبتقابل صديقة طفولتها إلما، وبتبدأ تحقد عليها لأنها دكتورة على عكسها ممرضة. طول الطريق بيفضلوا يتكلموا على الدكتور اللي عائشة هتتدرب معاه وبيبقى اسمه حنان. وطبعا إلما بتفضل تشتم لها عليه وبتقولها إن هو قاسي وهيعذبها، فعائشة بتبقى مرعوبة وبتسيبها وبتمشي وبتعدي من جنب أريان، وهو بيفضل يبصلها على عكسها ما بتبقاش مركزة معاه. بتوصل عند الدكتور حنان وبتبقى متوترة وخايفة منه، وبالغلط بتوقع الجلافز فبيتخانق معاها وبيطردها. ولما بيخرج لها بيقول لها إن هي دكتورة فاشلة وما بتعرفش تعمل أي حاجة، لأنها لو كانت شاطرة كانت هتعرف إن بعد ما الجلافز يقع على الأرض ما ينفعش تاخده علشان هيبقى فيه جراثيم. وبعدها بتروح تقعد مع صحابها وبتحكي لهم على كل حاجة حصلت، وطبعا صحابها بيفضلوا يضحكوا وبيتمسخروا عليها لأنهم كلهم بيحبوا الدكتور حنان ما عدا هي الوحيدة اللي ما بتبقاش طايقاه لأنه أهانها، وبتفضل تشتم عليه. وبتتفاجئ لما بتلاقيه واقف وراها وما بتبقاش عارفة تقوله إيه، فبيعرفها إنه عاوزها تجيله الساعة واحدة. بيروح المكتب بتاعه وزميلته بتجيله وبتديله دعوة فرحها، فبنعرف إن هما كانوا بيحبوا بعض من لما كانوا في الجامعة، بس هو مهتمش بيها علشان كده قررت إن هي تتخلى عنه وتتجوز. وطبعا هو بيبقى زعلان لأنه بيحبها. وبيروح لعائشة وزميلها بيطلب منها تعتني بمريضة معينة، فبتروح لها وبتتأخر على ميعاد الدكتور حنان، وبيقابلها في الطريق وبيفضل يتخانق معاها لأنها ما احترمتش الميعاد اللي هو مديهولها. وبعد مدة بسيطة وهي ماشية متعصبة بتوقع عليه القهوة، فبيتعصب عليها أكتر وبيبقى ناوي يسقطها. وطبعا أريان بيبقى واقف وسامع كل حاجة. إلما بتجيلها وبتحاول تهديها لأنها بتبقى بتعيط، بس عائشة بتقولها إن هي عايزة تفضل لوحدها، فبتسيبها وبتمشي وبتطلع على سطح المبنى وبتفضل تعيط لوحدها وبتفتكر لما أبوها كان بيعمل المستحيل علشان يجيب لها فلوس علشان تتعلم وتبقى دكتورة شاطرة. وبتبقى خايفة إن الدكتور حنان يطردها وحلمها هي وأبوها يتدمر. وبيجيلها في اللحظة دي أريان وبيديها شوكولاتة علشان تهدي أعصابها، وبيقول لها إنه أول ما شافها طالعة فوق السطح قال إن هي هتخلص على نفسها بسبب التهزيق اللي أخدته، فبتقوله إن هي مسلمة ومستحيل تفكر تعمل كده. بنعرف إن أريان عارف عائشة من زمان لأنهم اتقابلوا قبل كده زمان لما كان بيحاول يخلص على نفسه، بس هي مسكت المقشة وفضلت تضرب فيه لأنها كانت مفكرة حرامي. ولأنها بتبقى زعلانة بتقعد على السلم وبتفضل تاكل الشوكولاتة وتعيط، فبيشوفها وبيقعد معاها، ولما بيجي يقرب منها بتقوله إن هي هتجيب المقشة وتضربه بيها، فبيخاف منها على طول وبيبعد عنها. وبنرجع للوقت الحاضر وعائشة بتاخد الملف ده وبتروح تديه للدكتور حنان وبتقوله إن الملف ده مهم جدا ولو كان ضاع كان هيحصل مشكلة كبيرة. بعدها بتقعد مع الطفلة الصغيرة دي واللي اسمها رنا وبتعرفها ان هي هتبقى كويسة. ولما بتخرج الدكتور حنان بينادلها وبتبقى مصدومة لما بيعتذر لها وبيحاول يفهمها ان هو كان بيعمل معاها كده علشان تبقى دكتورة شاطرة وما تعملش شغلها. وبتفرح لما بيقول لها ان هو هينجحها في الامتحان لانها تستاهل، وبيأمرها ان هي تاخد بالها من رنا، فبتسمع كلامه وبتروح لها وبتفضل تتكلم معاها وبتقول لها ان هي بتحب الشوكولاتة لان اخوها دايما بيجيبها لها. وبتتصدم لما بيدخل أريان لانه بيبقى اخو رنا وبيقعدوا هما التلاتة مع بعض
بعض وبنعرف إن عائشة بتحب تصميم الأزياء، بس دخلت كلية الطب علشان أبوها. وبعدها وهما ماشيين مع بعض آريان بيقول لها إنها ركنت السكوتر بتاعها جنب العربية، هو ما كانش عارف يخرج، فبتعتذر له لأنها كانت مستعجلة وخايفة تتأخر، وبيطلب رقمها فبتديهوله. بيجي الليل وآريان بيرجع البيت فأبوه بيتخانق معاه لأنه ما بيروحش الجامعة ولا بيهتم بدراسته، فبيقوله إن أخته رنا عنده أهم من أي حاجة، على عكسه هو دايما مشغول وما بيزورهاش. فأبوه بيضحك عليه وبيقوله إن هو بيعمل كده بس علشان يجيب فلوس كتير ويعرف يعالج بنته. بس طبعا آريان ما بيبقاش مصدقه وبيسيبه وبيمشي. وفي الجهة التانية عائشة بترجع البيت وبتدي لأبوها شوكولاتة، وبتفرح لما بتلاقي آريان بعت لها رسالة، وبتفتكر زمان لما كان نفسها تبقى مصممة أزياء وآريان جالها وقال لها إن هي ممكن تدخل كلية وتبقى مهتمة بالتصميم، وبكده تبقى حققت حلم أبوها وبرضه حققت حلمها. تاني يوم بتروح الشغل وبتنجح هي والدكتور حنان إنهم ينقذوا المريض، وبتتفاجئ لما بتبقى واقفة مع الدكتور حنان هو بيقول لأهل المريض إن هو ملوش يد في شفائه لأن ربنا هو اللي بيشفي. وطبعا بيبدأ يكبر في نظرها بعد ما كانت مش بتطيقه. وبعدها بتروح تاكل مع إلما وبتبقى متضايقة لأنها رفضت حبيبها تامر ودلوقتي بيحبها شخص اسمه مازن. فطبعا عائشة بتفضل تحسدها وبتقول لها إن الكل بيحبها، وبتروح لرنا علشان تطمن عليها، وبتتصدم لما بتقول لها إن هي نفسها تتجوز أخوها آريان لأنها طيبة وهو كمان طيب، وكمان نفسها ترجع زي زمان علشان تروح المدرسة وتلعب مع الأطفال. وبيجي في اللحظة دي آريان ورنا بتسأله على أمها وأبوها، فبيضحك عليها وبيقول لها إن هم مشغولين بس هيجوا يشوفوها في أقرب وقت. لما بيخرج عائشة بتسأله إيه اللي هيحصل الأسبوع الجاي، فبيقول لها إنه عيد ميلاد رنا علشان كده هي مبسوطة، وبيطلب منها تخرج معاه علشان يجيب لها هدية. وفي الأول بتبقى رافضة بس لما بيفضل يترجاها بتوافق، فبيبقى مبسوط وبيروح لأصحابه الاتنين وبيبقوا عارفين إن عائشة زمان ضربته بالمقشة، وبيتفاجئوا لما بيقول لهم إن هما الاتنين هيخرجوا مع بعض علشان يشتروا هدية لرنا، وبينصحوه إنه يبعد عنها بس بيرفض وبيقول لهم إن هي بقت دكتورة مشهورة وبتعالج أخته، هو مش عايز يسيبها وهيفضل وراها. بيجي يوم السبت وعائشة بتجهز نفسها علشان تروح مع آريان، ولما أبوها بيسألها بتضحك عليه وبتقوله إن هي خارجة مع صاحبتها، بس أبوها بيبقى عارف إن هي بتكذب وبيقولها تاخد بالها من نفسها وبتودعه وبتمشي. وبتفضل مستنية آريان ولما بيتأخر بتقرر إن هي تمشي بس بيجيلها وبيعتذر لها، فعائشة بتسامحه على طول وبيخرجوا هما الاتنين سوا وبيقضوا اليوم كله مع بعض وبيبقى مبسوط وبيقعدوا ياكلوا سوا. وفجأة بيجي اتنين شحاتين فآريان بيديهم فلوس كتير وبيقول لها إن زي ما ربنا كرمه هو لازم يكرم أي حد يجي ويطلب منه أي حاجة. وبتفضل تبص له شكلها كده بدأت تحكم بيه، وبتسمع الأذان فبتاخده وبيروحوا علشان يصلوا، بس بيفضل واقف وما بيرضاش يدخل. وبتتصدم لما بيقول لها إن هو مسيحي مش مسلم، فبتقول له يرجع البيت لأنها هتعرف ترجع لوحدها، وبيبقى باين عليها الزعل. بيجي الليل وبتفضل قاعدة لوحدها بتفكر وما بترضاش ترد على رسايله نهائي. وأبوها بيجيلها وبيبقى عايزة تحكي له على اللي مزعلها بس ما بترضاش تقول له أي حاجة، فما بيضغطش عليها. وتاني يوم تامر بيروح لإلنا وبياخدها لبيته علشان تكشف على أمه لأنها بتبقى تعبانة، وبعدها بيقرر إن هو يعترف لها بحبه ويطلبها للجواز، بس ما بيعرفش يعمل ده كله لأن مازن بيجي، وتامر بيبقى عارف إن مازن بيحب إلما زي ما هو بيحبها، ومازن بيقرر إنه يوصلها البيت لأن معاه سكوتر. وفي الجهة التانية رنا بتسأل آريان على عائشة فبيقول لها إنه ما شافهاش، فبتبقى خايفة إن أخوها يكون زعلها، فبيخرج وبيفضل يتصل عليها بس طبعا عائشة برضه مش بترد وبتبقى شايفاه من بعيد وبتستخبى منه قبل ما يشوفها. وبيجي لها الدكتور حنان وبيأكد عليها تروح تشوف رنا، فبتسمع كلامه وبتروح لها فبتقول لها إن هي بتحبها علشان كده عايزاها هي وأخوها يتجوزوا. عائشة بتقول لها إن هما الاتنين مش هينفعوا يتجوزوا لأن دياناتهم مختلفة، وبتاخد بعضها وبتمشي. بيدخل آريان لأخته فبتقول إن عائشة لسه خارجة حالا، فبيروح وراها وبيسألها على السبب اللي مخليها بتتجنبه، بس بيجي لها الدكتور حنان وبيروحوا للمريضة دي علشان يكشفوا عليها، بس عائشة ما بتبقاش مركزة. وبعدها بتروح تقعد مع إلما فبتقول لها إن هي لاحظت إن دكتور حنان معجب بيها وبيحبها وبتنصحها إن هي تتجوزه لأنه غني ومعاه فلوس كتير وكمان أشهر دكتور، بس طبعا عائشة بترفض وبتقول لها إن هي مستحيل تتجوز الدكتور حنان. وبتتصدم لما بيجي لها في اللحظة دي وبيتخانق معاها لأنها بتشرب كولا، وبيقول
فبيقول لها إن هي مضرة، ولو أي حد شافها هيقلدها، وهي المفروض دكتورة وقدوة للي موجودين في المكان. في الجهة التانية آريان بيبقى قاعد مع تامر مازن وبيحكي لهم على كل حاجة، فبيقولوا له ينسى فكرة جوازه من عائشة لأنها مسلمة وهو مسيحي، وحتى لو أسلم عيلته هترفض الفكرة دي، علشان كده لازم يشيلها من دماغه. وبنرجع تاني لإلما وبتقول لعائشة إن مازن هيوصلها البيت، وبتحاول تقنعها تاني تفكر في الجواز من دكتور حنان، وبتقول لها تتخيل إن هو جاي يتقدم لها بطريقة رومانسية. وفعلا عائشة بتتخيل، بس في الآخر ما بتبقاش طايقة نفسها لأن الدكتور حنان اتحول من شخصية عصبية لشخصية ملزقة، فما بتبقاش عايزة تكمل، وبتصر إن هي ما تتجوزوش حتى لو اتقدم لها واعترف لها بحبه. بيجي في اللحظة دي مازن وبيدي لإلما الكتاب اللي هي كانت عايزاه، فبتقوله يرجع البيت علشان ما يتأخرش، فبيعرفها إن هو هيوصلها حتى لو فضل مستنيها لنص الليل. وبنرجع لدكتور حنان وبيبقى بيعالج المريض ده، واللي ما بيبقاش طايقه نهائي لأنه عاوز عائشة هي اللي تعالجه. وبعد ما بيخلص شغله بيروح يصلي، وفجأة وهو في المسجد بيسمع صوت عائشة وهي بتقرأ قرآن، فبيعجب بيها أكتر. وعائشة بيبقى عندها شغل كتير وبتتعب، وبتبقى قاعدة لوحدها لحد ما بيجي لها الدكتور حنان وبيعرض عليها إن هي ترجع البيت لأن شكلها تعبان، بس بترفض. لما بتخلص شغلها بتتعب وكان هيغمى عليها، بس الدكتور حنان بيلحقها على آخر لحظة وبيبقى مصر إنه يوصلها البيت، فبتوافق. وطول الطريق بيفضل يتكلم معاها عن حياته وبيعرفها إن أبوه دكتور، علشان كده هو قرر إنه يبقى دكتور زيه. وبيتفاجئ لأنه بيلاقيها نامت. وفي الجهة التانية بيجي اتصال لأريان لأن أخته حالتها بتبقى خطيرة، فبيتصل على عائشة بس بتبقى نايمة، وحنان ما بيرضاش يصحيها وبيوصلها البيت، وأبوها بيبقى شايفها من الشباك وبيبقى مفكر الدكتور حنان هو الشخص اللي هي بتحبه. وتاني يوم بتروح الشغل وبتعرف إن رنا كانت تعبانة، وطبعا أريان ما بيبقاش طايقها وبيقول لها إنه فضل يتصل عليها علشان كان عايزها تكشف على أخته لأنها بتحبها. رنا بتطلب من أخوها يجيب لها شوكولاتة، فبيسيبها مع عائشة وبيمشي، فبتقول لها إن هي مش عايزة شوكولاتة ولا حاجة، وعملت كده علشان أخوها يخرج من الأوضة، وبتفضل تترجاها إن هي وأخوها يتجوزوا لأنها بتحبها. وبيجي في اللحظة دي الدكتور حنان فبتسيبها وبتروح معاه، وبعدها أريان بيرجع الأوضة وبتقول له إن هي بتحب عائشة وعايزاه يتجوزها، فبياخد بعضه وبيروح لها وبيفضل يترجاها إن هما الاتنين يبقوا صحاب علشان خاطر أخته. فعائشة بتوافق لأنها بتحب رنا، وكالعادة عائشة بتروح تحكي كل حاجة لإلما، فبتنصحها إن هي تبعد عن أريان وتركز مع الدكتور حنان. ولأن إلما فاهمة صاحبتها كويس بتقولها إن أريان ديانته مختلفة وهي مش هينفع تتجوزه، فطبعا عائشة بتتوتر وبتقولها إن هي مش بتفكر في موضوع الجواز، وإن هي بس بتعامل أريان على إنه صديق ليها. بس إلما بتبقى عارفة إن هي بتكسب. بعدها بتخرج مع أريان، وطول الطريق وهي راكبة معاه العربية بتبقى متوترة، وبتتوتر أكتر لما بيقول لها إنه شاكك إن هي بتحبه زي ما هو بيحبها، وما بتبقاش عارفة تقوله إيه لحد ما بتسمع صوت الأذان، فبيقرر إن هو يوصلها المسجد علشان تصلي. ولما بيوصلوا بيقعد مستنيها بره، وبيجيله الشيخ ده وبيقول له إنه لازم يدخل يصلي لأن تأخير الصلاة حرام. فأريان بيعرفه إن هو مسيحي، ومن الكلام معاه بيعرف إن أريان بيحب عائشة البنت المسلمة. فالشيخ بيقول له إن هو مش عايزه ييأس، بس هو زمان كان بيحب بنت وكان ديانتها مختلفة وحصل مشاكل ما بين عيلتهم، علشان كده هو اضطر ينفصل عنها. أول ما بتوصل البيت بتتفاجئ لما بتشوف أبوها مغمى عليه، فبتاخده المستشفى وبتبقى خايفة عليه، بس الدكتور حنان بيطمنها وبيقول لها إن هو هيبقى كويس، وبيعرفها إن هو هيستلم حالة أبوها بنفسه. وبيشوفها أريان وبيقعد معاها وبيحاول إن هو يهديها، وبيبقى متضايق من تقرب الدكتور حنان منها. وبيجي في اللحظة دي فبيقول لها إن أبوها هيبقى كويس، فبتقرر إن هي تروح تصلي علشان تدعي له. فأريان بينادي عليها وبيقول لها إن هو موجود لو احتاجت أي حاجة تكلمه، وبتمشي وبيروح لأخته وبيحكي لها على كل حاجة، وبيبقى زعلان لأنه بيحب عائشة وعايز يتجوزها، بس خايف تسيبه وتتجوز الدكتور حنان. بيسيب أخته وبيرجع البيت وبيقول لأمه وأبوه إنهم لازم يعملوا حفلة كبيرة بمناسبة عيد ميلادها، فبيتخانقوا معاه وبيقولوا إنهم مش فاضيين وبيشتغلوا علشان يجيبوا فلوس. وأبوه بيفضل يجرحه بالكلام، فأمه بتهديه وبتقوله إن هي هتروح تزور بنتها في أقرب وقت.
في الجهة التانية عائشة بتفرح لما أبوها بيفوق وبيقول لها إن هو مش هيسيبها وهيفضل قاعد على قلبها، فبتضحك. ولما بتخرج من الأوضة بتلاقي الدكتور حنان وبيقول لها إن هو جايب لها فطار، وبياخدها وبيروحوا لرنا. وطبعا الدكتور حنان بيلاقي إن حالتها بتتدهور، بس ما بيرضاش يقول لها ده علشان ما تزعلش. وبيبقى هو كمان غيران على عائشة من آريان. بعدها آريان بينادي على عائشة وبيقول لها إنه عاوزها تهتم بيه زي ما بتهتم بالدكتورة حنان، فبتقول له إن هي ما بتهتمش بحد، وبتنصحه إن هو يروح لجامعته ويهتم بالمشروع بتاعه بدل ما يسقط. وبتروح تقعد مع إلما. بيجي الدكتور حنان وبيعرض عليها إن هو يوصلها البيت هي وأبوها، بس بترفض. فبيتضايق لأنه عاوز يعمل لها أي حاجة. ولما بيمشي إلما بتقول لها إنه باين جدا على الدكتور حنان إن هو بيحبها، علشان كده هي لازم تتجوزه. فطبعا عائشة بتتعصب منها لأنها ما بتحبوش. في الجهة التانية الدكتور بيتخانق مع مازن وتامر لأنهم ما بيذاكروش وما خلصوش المشروع، فبياخدوا بعضهم وبيروحوا لأريان لأن هو اللي معطلهم، بس ما بيهتمش بيهم وبيقول لهم إن هو مش هيسكت غير لما يتجوز عائشة، علشان كده هو هيطنشها تماما وهيبدأ يركز مع أبوها، لأن لو أبوها حبه هيخليها تتجوزه. وبيبدأ في تنفيذ خطته، فبيركب العربية وبيخبي الصليب وبيروح لعائشة علشان يوصلها هي وأبوها البيت. وطبعا أبوها أول ما بيشوفه بيحبه وبيقوله إن هو شكله شاب مسلم عارف التقاليد الدينية، وبيوافق إن هو يوصله البيت. وطول الطريق بيفضلوا يتكلموا هما الاتنين مع بعض، وأبو عائشة بيبقى عايز يعرف عنه كل حاجة، وأريم بيفرح من كلامه لأنه بيحس إن هو حبه وهيخليه يتجوز بنت. بيجي ليلو عائشة بتبقى متضايقة لأنها خايفة على أبوها، بس الدكتور حنان بيحاول إن هو يغير مودها. وبتيجي في اللحظة دي الممرضة وبتقول لهم إن رنا تعبانة وحالتها خطيرة، فبياخدوا بعضهم وبيروحوا لها علشان ينقذوها، بس بيفشلوا ورنا بتموت. وطبعا أخوها أول ما بيجي وبيعرف بينهار من العياط. ويوم الجنازة عائشة بتحاول تهديه، وبالليل بيركب العربية وبيفضل يفتكر ذكرياته كلها مع أخته. وتاني يوم الممرضة بتدي لعائشة الرسالة دي وبتقول لها إن رنا كانت سايبها لها قبل ما تموت، ولما بتقراها بتفضل تعيط لأنها بتترجاها إن هي تفضل مع أخوها وما تسيبهوش، وبتطلب منها إن هي تتجوزه لأنها أكتر واحدة هي حبتها. فبتقرر إن هي تنفذ وصية رنا وبتبعت رسالة لأريان، بس ما بيردش عليها. وبتنام على سرير رنا وبيجي لها الدكتور حنان وبيقرا الرسالة وبيبقى متعصب. تاني يوم بتعرف مكان أريان فبتروح له وبتركب معاه العربية لأنه بيبقى داخل سباق، ولأنها بتبقى خايفة ومرعوبة بيقرر إن هو يخرج من السباق وبيوصلها البيت، وبتفضل تتخانق معاه وبتضربه بالقلم وبتقول له هو المفروض يقرب من ربنا مش يبعد عنه، وبتسيبه وبتمشي. وأريان بيرجع البيت وبيلاقي أبوه وبيفضل يتخانق معاه، وبرضه هم قاعدين على الفطار تاني يوم بيتخانق معاه وبيسيبه وبيمشي. وبيروح لقبر رنا فبيشوف عائشة وبيفضل ماشي وراها علشان يعتذر لها على اللي عمله امبارح. ومن حسن حظه ان السكوتر بتاعها بيعطل، فبيقرر ان هو يوصلها المستشفى. وبعدها بيروحوا علشان يطلعوا شهادة وفاة لرنا، وبيستغل الفرصة دي وبيعتذر لها فبتسامحه لانها عارفة انه كان زعلان على اخته وما كانش في وعي. في اللحظة دي بتيجي حبيبة أريان واللي اسمها كيلان، بس اتخلوا عن بعض لان كيلان كانت مسلمة وهو كان مسيحي، واهلها كانوا رافضين علاقتهم وبيقعدوا مع بعض. وكيلان بتقول لها ان هي بتحب أريان ومستحيل تسيبه او حتى تفكر ان هي تتخلى عنه. وطبعا عائشة بتبقى متضايقة من كلامها، بس بتقول لها ان مفيش حاجة بينها وبين أريان. فكيلان بتقول لها ان هي كده اطمنت لانها مش هتسيب أريان غير لما تخليه يعتنق الاسلام ويتجوزها. وبيجي أريان في اللحظة دي فبتتضايق عائشة وبتسيبه وبتمشي، وبتفضل تتخيل ان هما الاتنين بيتجوزوا وبتبقى زعلانة لانها بتحبه. وبيجي الدكتور حنان وبيتخانق معاها لانها ما بتهتمش بشغلها، وبيقول لها ان هم عندهم شغل ضروري والمفروض تحاول ان هي تفصل ما بين مشاكلها اللي في البيت وما بين الشغل. بعدها بتروح لإلما وبتحكي لها على كل حاجة، وبتقول لها ان لو ابوها عرف ان هي بتحب شخص مسيحي مش هيكلمها وهيقطع علاقته بيها. فبتقول لها ان اكتر واحد مناسب ليها هو الدكتور حنان. وطبعا عائشة بتبقى متضايقة لانها ما بتحبوش. وفي الجهة التانية أريان بيتفاجئ لما بيلاقي اخته بتبعت له رسائل وبتقول له فيها ان هي كانت عاملة سيستم معين ان بعد ما تموت الرسائل دي تتبعت له لانها تعبانة وهتموت. وبتقول له في الرسائل دي ان هو لازم يذاكر ويهتم بدراسته وبيسمع امه وابوه
وهما بيتخانقوا مع بعض لأنهم كانوا بيحاولوا يدوروا على متبرع علشان يتبرع لرنا، وبيحس إن هو ظلمهم لأنه كان بيتخانق معاهم دايما وبيقول لهم إن هما مش بيهتموا ببنتهم. تاني يوم بيروح الجامعة وطبعا صحابه كلهم بيتفاجئوا أول ما بيشوفوه، وبيقول لهم إن هو هيهتم بدراسته وهيخلص المشروع بتاعه. بس كالعادة صحابه ما بيبقوش مصدقينه، بس بيتأكدوا لما بيقول لهم إن هو هيرجع البيت علشان يذاكر. وتامر ومازن بيتفقوا هما الاتنين إنهم يتنافسوا على علمه، واللي تختاره التاني ما يزعلش، بالعكس يفضلوا صحاب طول العمر. وبنرجع تاني لعائشة وتطلب من الدكتور حنان إن هو يزود لها الشفتات بتاعتها علشان عايزة تخلص مدة التدريب وتفضل قاعدة مع أبوها تعتني بيه، بس بيقول لها إن هو عاوزها تفضل معاه لأنها لو أخدت فترة التدريب بتاعتها بسرعة مش هتعرف تبقى دكتورة ناجحة. وبياخدها علشان تكشف على مريض، وبتتفاجئ لما بتشوف كيلان وأريان فبتبقى متعصبة، بس بيطلعوا أشخاص تانيين والدكتور حنان بيتخانق معاها لأنها مش مركزة. أهل أريان بيتفاجئوا لما بيدخلوا البيت وبيلاقوه عامل لهم مفاجأة وبيعتذر لهم لأنه دايما كان بيتهمهم بإهمال أخته، وما كانش عارف إنهم بيحاولوا يلاقوا متبرع لرنا. وأبوه بيفرح لما بيقوله إن هو هيشتغل معاه في الشركة. أما تامر بيروح لإلما وبيقول لها إنه عاوز يقابل أمها لأنه عاوز يتقدم لها، فبتبقى مبسوطة. ومازن وهو في الطريق بيخبط الشخص بتاع الخضار وبيضطر يشتري منه الخضار كله، وبيقابل إلما وبيوصلها البيت. وعائشة بتتفاجئ لما بترجع البيت وبتلاقي الدكتور حنان عندهم وما بتبقاش طايقاه، على عكس أبوها بيبقى مبسوط بيه وبيطلب منها تروح مع الدكتور حنان يفطروا سوا. وبيرجعوا البيت وأبو عائشة بيقولوا دكتور حنان إن هو نفسه يجوز بنته ويفرح بيها. في الجهة التانية أريان بيبقى عنده شغل كتير وبيتفاجئ لما بيجيله رسالة من كيلان وبتقوله إن هي عايزة تقابله ضروري، فبيسمع كلامها وبيروح يقابلها بالليل، وبتفضل تترجى ويرجع لها لأنها لسه بتحبه. بس أريان بيقول لها إن هو ما بقاش بيحبها لأنها أنانية وتخلت عنه بكل سهولة، مع إنه قال لها زمان إنه هيدخل الإسلام علشانها. وتاني يوم بيروح لعائشة وبيقول لها إن هو بيحبها وعاوز يتجوزها وهيعتنق الإسلام علشانها، فبترفض وبتقول له إن هي عايزاه يدخل الإسلام عن اقتناع مش علشانها. وإلما بتتفاجئ لما بتلاقي تامر ومازن ويقولوا لها إن هما الاتنين بيحبوها وعاوزين يتجوزوها، فبتقول لهم إن هي محتارة ومش عارفة تختار مين. بنرجع تاني لعائشة وبتسأل أبوها إذا كان يقبل إنها تتجوز شخص من ديانة مختلفة، فبيقول لها إن ده حرام لأن البنت ما ينفعش تتجوز من ديانة مختلفة لأن ربنا أمرها بطاعة جوزها، وده شيء محرم في الإسلام. وهو نفسه يجوزها لشخص متدين. وبتجهز نفسها وبتروح الشغل وبتقابل أريان وبرضه بيقولها إن هو هيغير ديانته، فبتعترض وبتتخانق معاه وبتقوله إن هي عايزاه يدخل الإسلام عن اقتناع مش علشانها هي، وبتسيبه وبتمشي. وبيجي الليل وبيبقى عاوز يبعت لها رسالة علشان يعتذر لها، بس بيبقى خايف علشان كده بيحذف الرسالة. تاني يوم إلما بتنادي لعائشة وبتقولها إن المستشفى كلها عرفت إن الدكتور حنان بيحبها إلا هي، وبيجي عامل النظافة ده وبيقولها برضه إن الدكتور حنان بيحبها وهي لازم تقتنع بده. وفي اللحظة دي أريان بيبعت لها رسايل بس بتشوفها وما بتردش عليه، فطبعا أريان بيبقى متضايق وقاعد لوحده زعلان لحد ما بتجيله أمه وبتبقى عامله له الأكلة اللي هو بيحبها. وبنرجع لعائشة وبتروح للمريض ده وبتبقى متعصبة وبالغلط بتضايق عامل النظافة، فبيقرر إن هو ينتقم منها وبتروح تقعد لوحدها. وبيجي لها الدكتور حنان وبيبقى عاوزها تحكي له على السبب اللي مضايقها، فطبعا هي ما بتقولوش أي حاجة، يعني هتقول له أنا ما بحبكش وبحب أريان الشاب المسيحي؟ أكيد لأ طبعا. أريان بيروح للمساعد بتاع أبوه بيقول له هتعمل إيه لو حبت بنت من ديانة مختلفة، فبيقول له إن هو مش هيتجوزها لأن ده ما ينفعش. وبيقول له إنه عارف إنه بيحب الدكتورة عائشة اللي كانت بتعالج أخت رنا، فطبعا أريان بيتوتر لأنه مفضوح. والمساعد بينصحه إن هو يبعد عن عائشة علشان ما يجيبش مشاكل لأهله ولا لأهلها، بس ما بيسمعش كلامه وبيرجع البيت وبيفتح اللابتوب بتاعه وبيقرر إن هو يقرأ أكتر عن الإسلام علشان يأسلم عن اقتناع زي ما عائشة قالت له. وتاني يوم عائشة بتاخد أبوها وبيروحوا لفرح صاحبتها وبيقعدوا مع الدكتور حنان، وطبعا أبوها بيبقى عاوزها تتجوزوا بأي طريقة، وبيتصوروا هما التلاتة سوا في المستشفى. بيتقابلوا هما الاتنين مع بعض وبعد معاناة كبيرة أخيرا الدكتور حنان بيستجمع كل قوته وبيقرر إن هو يعترف بحبه لعائشة، بس بيجي عامل النظافة وبيقطعهم في الكلام وما بيقولهاش أي حاجة. بس طبعا الدكتور حنان ما بييأس وبياخدها للمطعم وبيقرر إن هو يعترف لها بحبه لأنه عاوز يتقدم لها بشكل رسمي ويتجوزها. وبيبدأ يحكي لها عن الماضي بتاعه بس هي ما بتبقاش طايقاه لأنها ما بتحبوش، عشان كده
وبتقول له إن هي ما كانتش متوقعة إن هو بيحس زيهم، لإن الدكاترة كلّهم بيقولوا عليه إن هو زي القطب الشمالي. في الجهة التانية آريان بيروح لمازن وتامر وبيطلب منهم يشرحوا له الحاجات اللي هو مش فاهمها، لإنه خلاص قرر إن هو يلتزم ويركّز في الجامعة والمذاكرة، وبيتفاجئوا أكتر لمّا بيقول لهم إن هو عاوز يأسلم بس عن اقتناع، علشان كده بيقرروا هُم الاتنين إنهم يساعدوه بما إنهم مسلمين. وبنرجع تاني لعائشة والدكتور حنان بيقول لها إنه كان بيحب بنت زمان بس عشان ما اعترفلهاش بحبه سابته واتجوزت شخص تاني، وطول ما هُم قاعدين بيحاول يلمّح لها إن هو بيحبها، بس هي ما بتبقاش فاهمة تلميحاته. وبييجي الليل وبييجي لها آريان فبتضحك على أبوها وبتقول له إن هي رايحة الصيدلية وبتلبس هدومها، وبتروح تقابله وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض، وأبوها بيبقى شايفها من بعيد. عائشة بتفرح لما آريان بيقول لها إن هو هيقرأ أكتر عن الإسلام لأنه عاوز يأسلم عن اقتناع، وبعد كده هيجي يتجوزها، وطبعا بتبقى مبسوطة. وبيقول لها إن هو هيتصل بيها دايما بعد الصلاة علشان يتأكد إذا صلت الصلوات كلها في ميعادها ولا لأ. وبتدخل أوضتها، ولما بيرجع البيت بيبعت لها رسالة وبيتفقوا إنهم يروحوا لمكتبة الجامعة علشان يجيبوا كتب دينية. وفعلا تاني يوم بتجهز نفسها وبتبقى على سنجة 10 وبيروحوا المكتبة، وبعدها بيقعدوا ياكلوا مع بعض. وتاني يوم بيروح المسجد مع صحابه وبيبدأ يسأل الشيخ على الحاجات اللي مش عارفها، وبيروحوا ياكلوا سوا. بيرجع البيت وبيصحى بدري على أذان الفجر وبيبقى عايز يصلي بس ما بيبقاش عارف يصلي ازاي، علشان كده بيدخل المطبخ وبيحضر الفطار لأهله اللي بينبهروا أول ما بيشوفوه وبيبقوا مبسوطين سوا. فجأة أمه بتعيط لأنها افتكرت رنا، وأبوه بيروح للشركة وبيعرف من المساعد إن ابنه عاوز يدخل الإسلام لأنه بيحب بنت مسلمة، فبيبقى متعصب. وفي الجهة التانية عائشة بتبقى قاعدة مع إلما اللي بتبقى زعلانة لأنها خايفة تختار تامر وتطلع بتحب مازن، وبتبقى محتارة ومش عارفة تعمل إيه. فعائشة بتقول لها إن هي نفسها تحتار الحيرة بتاعتها دي، وبتيجي البنت دي وبتنصح إلما إن هي تصلي صلاة استخارة وأكيد ربنا هيرشدها للطريق الصح، فبتسمع كلامها. بيجي الليل وبتصلي صلاة استخارة وبتفضل تدعي. وتاني يوم بتروح تقابل مازن وتامر وبتقول لهم إن القرار اللي هي هتاخده ده مش هيأثر على صداقتهم، وطبعا هما بيبقوا على أعصابهم لأنهم بيحبوها. وبتقرر إن هي تتجوز تامر، فمازن بيفرح وبيتمنى لهم السعادة مع إن هو كمان بيحبها. وبيتصلوا على آريان وعائشة وبيعرفوهم الخبر ده، وهما الاتنين بيبقوا رايحين يزوروا قبر رنا. وآريان بيبقى خايف إن أخته تدخل النار لأنها مسيحية، ولما بيسأل عائشة بتقوله إن هي ما تعرفش لأن ربنا هو اللي بيحدد. وبيروحوا يشربوا جوز الهند وبيكتب لها اسمها عليه، بس أبوها بيتصل عليها فآريان بيوصلها البيت وبيقول لها إن هو عاوز يدخل لأبوها علشان يفتح له موضوع جوازهم، بس عائشة بتعترض. وأبوها بيبقى شايفها، وأول ما بتدخل بيتخانق معاها وبيقول لها إن هي لو فعلا بتحب آريان يبقى لازم يجي ويتقدم لها علشان الجيران ما يتكلموش عليها. فبتقول له إن هي وآريان مجرد أصدقاء. تاني يوم بتجهز نفسها وبتروح المستشفى بتجهز ورقها لأنها خلاص خلصت فترة التدريب، وبتاخد الورق وبتروح للدكتور حنان وبتطلب منه إن هو يمضيلها عليه علشان تروح تسلمه للجامعة بتاعتها. ولما بتوصل الجامعة بتكلم آريان وبتعرفه إن هي قاعدة لوحدها، فبيجي لها عامل توصيل وبيبقى جايب لها أكل، وبتعرف إن الأكل ده من آريان. وبيجي الليل وبتفضل سهرانة تكلمه، وبيتفقوا يخرجوا سوا. بتجهز نفسها وبيقضوا اليوم كله مع بعض، وبيوصلها البيت وبتتفاجئ لأنها بتلاقي الدكتور حنان موجود هو وعيلته وقاعدين مع أبوها، وبتعرف إن هو جاي يتقدم لها. وبتاخد أبوها وبتقول له إن هي ما بتحبش الدكتور حنان، فبيتخانق معاها وبيقول لها إن هي لو ما اتجوزتوش مش هيكلمها وهيبقى غضبان عليها. عائشة ما بتبقاش عارفة تعمل إيه، علشان كده بتروح للدكتور حنان وبتقول له إن هي ما بتحبوش وبتعتبره أخ كبير ليها، بس هو ما بيبقاش عنده دم، وبيقول لها إن هو بيحبها وهيعاملها زي ما الرسول كان بيعامل السيدة عائشة. في الجهة التانية أم آريان بتتخانق معاه لأنها شافت كتب الدين وبتقوله إن هي مش عايزاه يأسلم وعايزاه يفضل مسيحي زي ما هو، وكمان مش عايزة تفقده زي ما فقدت رنا. وتاني يوم بيجهز نفسه علشان يقدم المشروع بتاعه، وكلهم بيبقوا منبهرين بيه وبيتخرج بامتياز. وطبعا صحابه لما بيعرفوا بيبقوا مصدومين ومش مصدقين إن هو ناجح وكمان أخد امتياز. وبيرجع البيت وبيفضل يتصل على عائشة بس ما بتردش عليه، فبيقرر
إن هو يتصل على إلما وبتصدمه لما بتقوله إن عائشة اتخطبت للدكتور حنان، علشان كده هو لازم يبعد عنها. تاني يوم عائشة بتفضل تتخانق مع أبوها لأنها مش عايزة تتجوز الدكتور حنان وهو أجبرها تتخطب له، فبيتخانق معاها وبيقول لها إن هي هتتجوزه غصب عنها. وبنعرف في اللحظة دي إن أبوها عارف إن آريان مش مسلم لأنه قال لها إن هو حتى لو أسلم مش هيجوزه لها. وبترجع لأوضتها وبتلاقيه كاتب لها رسايل كتير بس ما بتردش عليه. وتاني يوم بتروح لإلما وبتحكي لها على كل حاجة، فبتنصحها إن هي تدي فرصة للدكتور حنان يمكن تحبه. وبترجع لأبوها وبتعتذر له وبتقول له إن هي هتدي فرصة تانية للدكتور حنان. تاني يوم بتجهز نفسها علشان الخطوبة وبيلبسوا الخواتم وبيبدأوا يتكلموا في تفاصيل الفرح، وعائشة بتبقى زعلانة إنها لسه بتحب آريان ومش قادرة تنساه. بيجي الليل وآريان بيفضل يتفرج على صورها لأنه لسه بيحبها، وبيروح لأصحابه وبيبقى عاوزهم ينصحوه، فبيقولوا له إن هو لو كان هيأسلم علشان عائشة خلاص ما يأسلمش لأنها خلاص هتتجوز شخص تاني. فبيعترض وبيقول لهم إن هو بدأ يحب الإسلام ومش هيأسلم علشانها. في المستشفى الدكتور حنان وعائشة بيبقوا ماشيين مع بعض وكل اللي موجودين بيفضلوا يباركوا لهم على خطوبتهم. وبعدها عائشة بتتصل على آريان وبتعتذر له وبتقول له هي خلاص اتخطبت لزميلها الدكتور حنان وهي مش عايزاه يأسلم لأنها خلاص هتتجوز. فبيقول لها إن هو مش هيأسلم علشانها، هو هيأسلم لأنه حب الإسلام. وبيروح المكان ده هو وأصحابه وبيسيبهم وبيفضل يدعي ربنا إن هو يدله على الطريق الصح ويديله إشارة، وبيمسك المصحف وبيفضل يعيط. تاني يوم بيحضر الفطار لعيلته وبيقعدوا سوا وبيبقوا مبسوطين وبياخدوه بيروحوا للكنيسة، وهو ما بيبقاش لا طايق الكنيسة ولا الكاهن بس بيضطر يقعد علشان أهله ما يزعلوش. وبعدها بيسيبهم وبيروح يقف قدام الجامع وبيسمع الشيخ وهو بيخطب وبيبقى بيتكلم عن بر الوالدين. في الجهة التانية الدكتور حنان بيخرج عائشة وبيرجعوا البيت وأبوها بيبقى مبسوط بيها. وبنرجع تاني لآريان وبيتخانق مع المساعد لأنه قال لأهله إن هو بيحب بنت مسلمة وقرر إن هو يأسلم علشانها. وتاني يوم بيقرر إن هو ما يدخلش الإسلام غير لما يخلي أهله يبقوا مسلمين زيه لأنه خايف ما يرضوش عنه وبكده يخش النار. بيقعد في المكتب بتاعه وبيفضل يقرأ في المصحف، فبيجيله أهله وبيفضلوا يتخانقوا معاه، بس لما بيعرفوا فعلا إن هو صادق وعايز يأسلم ما بيرضوش يعترضوا طريقه وبيقولوا له إنهم موافقين على إسلامه. فبيبقى مبسوط وبعدها بياخد بعضه وبيروح لبيت عائشة وبيشوف أبوها وهو بينقل كراتين كتير وفجأة بيتعب وبيغمى عليه. فبياخدوا المستشفى والدكتور حنان أول ما بيشوفه بيتصدم. وأول ما بتيجي عائشة بتشكر آريان إن هو أنقذ أبوها وبتبقى مبسوطة بوجوده، وبتفرح أكتر لما بيقول لها إن هو نجح بامتياز وأسلم برضا أمه وأبوه. وبيجي الدكتور حنان وبيطمنهم وبيقعد لوحده مع آريان وبيقول إن هو عارف إنه بيحب عائشة بس هو خلاص فاز بيها وهيتجوزها قريب. بيجي ليله الدكتور حنان بيروح لعائشة وبيقول لها إن هو حاسس إن هي ما بتحبوش وهو اتسرع في القرار ده، فبتقوله إن هي فعلا ما بتحبوش بس الحب هيجي بعد الجواز. وتاني يوم بعد تفكير طويل بيقرر إن هو يتخلى عنها لأنه حاسس إن هي فعلا مش بتحبه، وبيقول لها إن هي لو احتاجت أي حاجة ممكن تجيله. فطبعا هو بيكبر في نظرها. وبعدها بتجيلها رسالة من آريان وبيقول لها فيها إن هو هيسافر علشان يدرس ويتعمق أكتر في الدين الإسلامي، وبيودع أهله وبيسيبهم وبيمشي. بيجي بعد مرور مدة كبيرة وبنعرف إن عائشة أخدت الماجستير بتاعها وبقت دكتورة شاطرة وبتروح المستشفى وبتبقى بالظبط زي الدكتور حنان مسؤولة عن الدكاترة اللي جايين يتدربوا. وبتجيلها إلما وبنعرف إن هي اتجوزت تامر وحامل، وفي اللحظة دي حد بيتصل عليها وبيقول لها إنه عاوز يقابلها ضروري، فبتسيب كل حاجة وبتروح له. وبتتفاجئ لما بتلاقي آريان وبيجي ميعاد أذان الظهر، فبيقول لها إن هما لازم يدخلوا علشان يصلوا، فبتبقى مبسوطة وبيدخلوا المسجد سوا. وهنا بيخلص مسلسلنا على نهاية سعيدة.